السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في تحفيل التحفيل مع أحمد إسماعيل. مبروك للأهلاوية، الأهلي بطل الكاس للمرة ال 38 في تاريخه على حساب بيراميدز، صاحب الاستثمارات، صاحب غسيل الأموال، صاحب نادي كيد النسا. حتى عودة رمضان صبحي الراجل ملحقش يتمرن تمرين يا راجل، ملحقش. يعني لو اتمرن ده يعني ممكن يكون اتمشى حوالين الملعب ونازل وفي غل وبتاع. يا جماعة لقطة رامي ربيعة غل 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 وأداء يعني صعب قوي. ايه ده؟ ايه ده يكسر؟ يعني الفرق ما بين كرة رامي ربيعة وكرة عبد الله السعيد، ألف سلامة على الاتنين. دي فيها غل ومقصودة، ودي راجل لاعب لمس التحام، لمس الكرة عبد الله السعيد رجله التاني تحتيه فده فاول وحصل اصابه. لكن التاني لعيب طاير في الهواء، خش اديله كتف وقعه، يعني الحمد لله ان جت في كتفه ودماغه خبطت في الارض، ما حصلش حاجه في دماغه، يعني كان ممكن يموت لعيبه او يضيع. فدي نقطة جامدة جدا. في غل، في نادي كراهية، نادي سواد، نادي كيد النسا. يعني وبيان الاهلي في الماتش، بيان على الاهلي في الماتش القديم لاتحاد الكوره، هو الحمد لله ما فيش حاجه يعني هو ما بيطلعش بيان على الاهلي ان في اساءه او كده، هو بيطلع بيان لاتحاد الكوره وبيقول له آه، بيان رقم واحد اسحب استثماراتي، بيان رقم اتنين اسحب استثماراتي. يا عم اسمه استثماراتي؟ استثماراتي ده انت الاهلي والزمالك مديونين. يعني ده الاهلي اللي ناجح ورعايه وكده عليه فلوس لبعض المصالح، ف والزمالك مديون لطوب الارض. انت غسيل اموال، انت شركه غسيل اموال. يعني رغم انف الاتحاد، رغم انف البيانات، رغم انف الاستثمارات، رغم انف كده النسا، الاهلي بطل الكاس. وبحلم بيك، انا بحلم بيك، يوم السوبر مستنيك. معلش سحرناكم معانا، سحرناكم معانا سحورا هنيا ايها الزملكاويه، سحورا هنيا. ويعني الاهلي متعلم على كل الدنيا، يعني الاهلي معلم على كل الدنيا. يعني باتشوكا ساب الزمالك خد القضيه، رجع بيراميدز خد فوق دماغه. يعني يا جماله يا اهلي، فرحه اللعيبه بالتتويج يا جماعه حاجه جميله. مبروك لكل الاهلاويه، مبروك لكل اللعيبه الرجاله، اللعيبه اللي عندها روح الاهلي بجد، الفانلة الاهلاويه، روح الفانلة الحمراء. كهربا، الشحات، علي معلول، مروان عطيه، احلى صفقه يعني الموسم ده. تحيه لمروان عطيه، اللعيب الجامد، اللعيب اللي في خط نص، لعيب يعني عالمي، لعيب جامد جدا. ولا عزاء بصراحه لقفشه وشريف وعبد القادر مع انه ما لعبش، ولكن دي لعيبه بتلعب على الواقف، ما عندهاش روح، ما عندهاش حركه، يعني انت تحس اللاعب واقف. موضوع غريب قوي. ف فما فيش روح كده، ما فيش اللعيبه واقفه. يعني قفشه نزل كميه الاخطاء في الباص وكميه لعيب، يعني في الكوره بتاعت كهربا بالكعب هو يديها له تاني، اديها له وحشه وطويله وهيموت اللاعب. يعني يا راجل ارحمونا بقى، ارحمونا بقى باشباه اللعيبه دي. مبروك لكل الاهلاويه، مبروك للاداره، مبروك فرحة كابتن خطيب وألف سلام عليه وهو على منصة التتويج. عيان وواقف بس بيعذر اللعيبة. احتفال اللعيبة حواليه يا جماعة، احتفال اللعيبة حواليه وملمومة حواليه، وهو اللي يرفع الكاس. أنا أعرف نادي تاني رئيسهم بيطلع يهين اللعيبة وبيكسر نفسهم وهو اللي يرفع الكاس، حتى ما فيش لاعب يشاركه. ده طلع يعني راح غصب عنه عشان اللعيبة عايزاه يرفع الكاس ورفعه. وهي لقطة ثواني وخد بعضه ونزل وساب اللعيبة. نفس الموقف اللي حصل لوليد سليمان لما لبسوا الميدالية، فقال له لا ده حقك وحق اولادك، وما رضيش يسيبها لهم. فتحيه للاداره، تحيه للكابتن خطيب، تحيه للعيبه اللي بتحب النادي، تحيه للجمهور اللي عامل يعني بيراميدز يا عم، ما يعني كنت انت ادفع. يعني رحت وبيراميدز خد التذاكر ورجع رمضان صبحي يلعب وهو مصاب وفي حقد كده، وواخد تذاكر عشان ايه؟ جمهور الاهلي ما ياخدهاش. وهيشيل استثماراته. يا عم استثماراتي انا نفسي افهم، نفسي حد امسكها كده، امسك حاجه منها. فانا مش عارف بصراحه امسكها ازاي. ف رغم التحكيم، رغم الاخطاء الكتير اللي كان فيها فاولات للاهلي وانذارات من بدري، ولكن الى حد ما اداره المباراه كانت ممتازه شويه عن غيرها مما سبق يعني. آه، واضح ان تاثير التحكيم الاجنبي فيما بعد واللي حصل بعد كده الموضوع مختلف. مبروك لاداره الاهلي، مبروك لكل اهلاويه، عقبال البطوله الثانيه ان شاء الله في السوبر.
الامارات ناخدها على حساب الزمالك. آه، ولينا لقاء عن الاحداث اللي حاصله في الزمالك وتسريح الجهاز الفني ويجيب جهاز فني جديد. الجهاز الفني ده متعلم عليه من الاهلي سنين سنين سنين، فهيتعلم عليه هو جاهز بقى، هم لعيبه هيتعلم عليهم هم جاهز. فدي نقطه. مدرب جديد. المدرب اللي قبليه يعني جابوا مدرب نزل مصر وطفش، فما علينا يعني في حلقه على الموضوع دوت. المهم مبروك. مستنيينك يوم السوبر، بحلم بيك، انا بحلم بيك يوم السوبر، مستنيك وتكون البطوله الثالثه الكولر. ابتدى يعالج اخطائه في الملعب، ابتدى يعرف ان في لعيبه لا تستحق تلعب في الاهلي. تحيه لكولر، تحيه جدا للاداء اللعيبه الكبار في النادي الاهلي. الحمد لله على سلامه ديانج. دي مهمه قوي. وعقبال ان شاء الله السوبر المصري، بطولة افريقيا، الدوري المصري. سلام، واتمنى منكم لايك وشير ودعم في تحفيل التحفيل مع احمد اسماعيل. السلام عليكم.